متابعينا الأعزاء، بنرحب فيكم بالبث التجريبي لراديو بارتشاف اف ام. طبعا أنا معكم أحمد قطمي، ورح نستعرض بهذا اللقاء دور منظمات المجتمع المدني السورية في أوروبا حول قضية عفرين، الحرب اللي صارت على عفرين مؤخرا. طبعا راح يكون معنا بهذا اللقاء الآنسة أمينة مستوى، إعلامية سابقة في مدينة عفرين ومقيمة حاليا في ألمانيا، إضافة للآنسة نجاح هيفو وهي مسؤولة الاتحاد النسائي الكردي رودوز في ألمانيا أيضا. مرحب بضيوفنا الكرام. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، ومنبارك لبرتشاف هاي الخطوة بتحويلها من موقع إلى راديو اف ام. شكرا. في البداية أتشكرك أستاذ أحمد، وأتشكر الآنسة أمينة. بشرفني أكون مع إنسانة إعلامية رائعة مثل الآنسة أمينة. بصراحة شخصيا ما بنعرف بعض، بس أنا بتابعها كتير، وبشكر برتشاف على هاي الخطوة الهامة. الواقع المدني هو من أهم الواقع الأهم سوريا إن صح التعبير. أشكركم كثير. أهلا وسهلا فيكم، ونحن أيضا نتشرف بوجودكم كأول ضيوف مع راديو بارتشاف. طبعا هو بارتشاف لا يزال مشروع، لكن نأمل أن تكون بارتشاف خطوة نحو إعلام كردي مستقل حقيقة وبعيد عن التحزب. منبلش مع الآنسة أمينة بموضوع منظمة المجتمع المدني السورية، وحابين نسألك آنسة أمينة بداية كيف بتقيم متعاطي المنظمات المدنية السورية مع أحداث عفرين، وهل يمكن اعتبار هاي المنظمات قد قامت بدورها من أجل حماية المدنيين من آلة الحرب الأخيرة؟ رح بلش بكلمة للأسف الشديد جدا المنظمات السورية المدنية بشقيها التابعة للنظام والتابعة للمعارضة لم تكن سورية بما يكفي لتقوم بواجباتها تجاه أهالي عفرين المهجرين حتى حينما كانوا داخل عفرين. للأسف الشديد المنظمات السورية هي منظمات مسيسة من جانب النظام ومن جانب المعارضة أيضا. حتى الآن لم نرى منظمة واحدة تقوم بواجبها كواجب إنساني، كاسم هي منظمة إنسانية. طبعا تبعات الحرب على عفرين هي أضعاف المرات من الحرب نفسها، يعني آثارها مستمرة ومتعاظمة. للأسف المسنون والمرضى حاليا يموتون أكثر مما كانوا يموتون بأدوات الحرب، لكن للأسف الشديد لا نجد حتى الآن أي منظمة تقوم بهذا الواجب، سواء بالجانب الإغاثي سواء بالجانب الصحي حتى بالجانب التوثيقي. للأسف تصلنا أخبار أنه بالمناطق التي تقع تحت سيطرة النظام لا يسمح حتى بتصوير الحالات الإنسانية. حتى الآن لا نرى أي صورة إلا سرقة. تصلنا صور للمهجرين العفرينيين في البراري، سواء كان في مناطق شيراوة أو في نبل والزهراء أو حتى في مناطق الشهباء. داخل عفرين أيضا الوضع سيء جدا. حتى المنظمات التي كانت موجودة في عفرين هي كانت منظمات صغيرة ومحدودة العمل، لكن للأسف أيضا في منظمات مثل منظمة بوهار مثلا أوقفت عملها تماما في وقت أهالي عفرين فيه هم كانوا بأمس الحاجة للعمل الإغاثي أو للعمل الصحي. يعني بإمكاننا أن نقول بأن الإعلام وحتى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية قد قصرت بحق الأهالي في عفرين. بالنسبة للآنسة نجاح هيفو، أنتم كمجموعات عمل موجودة في أوروبا، يعني سمعتي رأي الآنسة أمينة في موضوع تقصير الإعلام وحتى مجموعات العمل المدنية في إغاثة الأهالي الموجودين في عفرين. كمجموعات عمل موجودة في أوروبا، ما الخدمات التي تعملون على تقديمها للأهالي في الداخل سواء كان في عفرين أو في المناطق التي هجر إليها أهالي عفرين في منطقة الشهباء أو قرى شيراوة؟ في البداية أشكر الآنسة أمينة، وأنا لا أختلف معها بصراحة فيما طرحت.
نستطيع القول الخلط المدني السياسي، ذاك الخلط بصراحة الذي نستطيع القول المدنية التي دخلت إلى سوريا، نتكلم كسوريون، دخلت خلسة بصراحة، أعطيها هذا المفهوم إن صح التعبير. المدنية وذاك الخلط السياسي أفقد المدنية مصداقيتها بصراحة. نحن كمدنيين نعترف طبعا الذي استغل من قبل البعض. ماذا نقدم إذا رجعنا إلى السؤال؟ ما نقدمه نحن بصراحة في بداية الاحتلال التركي لعفرين، نحن كمنظمات مجتمع مدني وأستطيع أن أقول ليس من باب كما يقولون المنية كما يقولون، نحن ككرد فقط بصراحة السوريين في جرح عفرين لم ينصهروا في البوتقة التي انصهرنا. هذا لا نجعل منه محل جدل أو خلاف، لأننا بصراحة كوننا مدنيين ومؤمنين بهذه الرسالة نحن لا نزال نحاول إيصال جرح جميع السوريين إلى منظمات المجتمع المدني. في بداية دعني أركز على واقع عملنا فيما بعد أحداث عفرين إن صح التعبير، وبعد الاحتلال التركي لمنطقة عفرين. بصراحة في البداية نحن ككرد وبعد وضع لا أعمل على خلط المدنية بالسياسة، عندما وضع الكرد جميع تحزبهم وخلافاتهم السياسية على الرف، وعندما خرجنا في اعتصامات عند المحافل الدولية، بصراحة في البداية استطعنا إيصال رسالة هامة ورسالة قوية إلى المجتمع الدولي من خلال المذكرات، من خلال الرسائل، من خلال إيصال حتى من خلال الشخصيات الأكاديمية الكردية هنا في البداية بصراحة. أما فيما أستطيع أن أتحدث إذا كان معكم وقت في الجزء الثاني أستاذ أحمد، ومحاولة البعض من الأخوة العفرينيين. بصراحة أنا كوني إنسانة كردية قبل كل شيء، كردية من الجزيرة، من عفرين، من كوباني، هذا لا يهم، ولكن الأخوة الكرد العفرينيين توقفوا على نقطة، ونحن في ظل إثارة التغيير الديموغرافي في عفرين البعض توقف عن تشكيل لا أعرف مؤتمرات، جمعيات، ابتعدت عن واقع الكردي، ابتعدت أستطيع أن أقول عن الواقع السوري الذي نطمح إليه. هذا من باب الحزن الذي يعتريني كإنسانة كردية بعيدا. أتمنى أن نكون بذات الروح في بداية أزمة عفرين. أما من خلال ما قمنا به، طبعا لسنا الوحيدين، الكثير من المنظمات والشخصيات حاولنا إيصال جرح عفرين بصراحة، الذي كما يقال لم يشفي غليلنا، والذي وللأسف كما ذكرت الأخت أمينة وإلى الآن إعلاميا إغاثيا الشعب الكردي في عفرين يعاني الأمرين. نعم، يعني يمكن أن نفهم من هذا الحديث بأن هناك حالة تشرذم موجودة في صفوف العفرينيين الموجودين في أوروبا. طبعا هذا ما أراه ليس من باب المزاودة أخ أحمد، ليس من باب المزاودة أزاود على الأخوة العفرينيين، من باب كون الجرح واحد لا أكثر. أتمنى أن لا تتحول هذه الحالة، لأن في الآونة الأخيرة سمعت بتشكيل لا أعرف هيئة أو تجمع للمهندسين، أو حتى أنهم أصبحوا يتعدون خطوة الإغاثة، المساندة، أصبحوا يدخلون في خطوات مؤسساتية تحز في ذاتي ككردية بصراحة، تحز في أن يصبح
للأخوة العفرينيين خصوصية بعيدة عن الواقع الكردي. لا أعرف يعني هذا يمكن جرحي. الأحداث الأخيرة قد تفرض عليهم بعض هذه الأمور. بالتأكيد الأيام القادمة ستحكم على وجود هذه الجمعيات إن كان صحيحا أم لا. بالنسبة للأنسة أمينة، يعني هناك معلومات بالنسبة للأهالي الذين يحاولون العودة إلى عفرين. وفق معلوماتكم، ما هي نسبة الأهالي العفرينيين الأصيلين الذين عادوا إلى عفرين؟ ما هي نسبتهم؟ وكيف يمكن وصف مجريات العودة؟ نعم أحمد، عدد كبير جدا من الأهالي يحاولون بشتى الوسائل العودة لقراهم بعد استمرار معاناتهم في المناطق التي هجروا إليها مع انعدام المؤسسات الكفيلة بإعانتهم. يفضلون العودة والبقاء في ظل الاحتلال ومواجهة عمليات التوطين والتغيير الديمغرافي في المنطقة والدفاع عن أرضهم وعن منازلهم بأنفسهم. عدد العائدين يقدر رغم معظم الموانع والحواجز التي تمنع الأهالي من العودة، حواجز النظام وكذلك حواجز الجيش التركي والجيش الحر، معظمها متفق على عدم عودة الأهالي، لكن يسجل يوميا حالات عودة إلى المدينة وقراها تقدر من 500 إلى 1500 شخص يوميا، وقد تزيد أو تنقص بسبب عدم وجود طرقات. لكن هؤلاء الأهالي يعودون مشيا على الأقدام للأسف، مسنون، مرضى، يقطعون الجبال من نبل، من زهراء، من مناطق الشهباء سيرا على الأقدام إلى قراهم. عدد الأهالي حاليا يقدر في مدينة عفرين ب 300 ألف مدني، بين من كانوا متواجدين ولم يخرجوا، بين من اختاروا طريق العودة إلى قراهم وعدم الخروج إلى مناطق الشهباء، وبين من عادوا. عدد المدنيين المهجرين من داخل عفرين يقدر بحوالي 200 ألف، 50 ألف منهم في قرى الشهباء، وحوالي 150 متوزعون بين مناطق الشهباء وبين نبل والزهراء، مع عدد يقارب 30 ألف أو أكثر استطاعوا الخروج إلى حلب أو الجزيرة أو مناطق أخرى. تمام. طيب، بالنسبة أنسة نجاح، يعني هل لديكم تعاون مع المنظمات المدنية العاملة في شمال سوريا من أجل إرسال المساعدات مثلا، أو تقديم الإغاثة والدعم للأهالي في النازحين من عفرين، سواء كان ذلك الدعم ماديا أو معنويا أو إغاثيا؟ بصراحة الأخت أمينة في البداية أعود أقول ركزت على موضوع هام فيما يسمى شمال سوريا أو روج آفا أو ما كردستان سوريا، بغض النظر عن المسميات، لأننا عندما نحاكي الواقع المدني في الوطن، أستطيع أن أقول في الوطن بغض النظر، نحاكي العربي، المسيحي، جميع المكونات المدنية. بصراحة أهل عفرين أثبتوا مقاومتهم التي كتبت بصراحة في التاريخ. بصراحة العفرينيين أفتخر بهم ككردية، يعني لاقوا الغبن، لاقوا الأمرين، وأركز على الواقع المدني أخ أحمد، الواقع المرير، كي لا نبالغ للأسف. نحن منظمات المجتمع المدنية في شمال سوريا لا تربطنا أي صلات، وذلك أعود وأقول بحكم الربط المدني السياسي. هذا الربط بصراحة، عندما نقول ربط مدني سياسي نحن نتحدث عن مفهوم أكاديمي، نحن بعيدين كل البعد عنهم. هذا الواقع يتحقق في ظل دولة، في ظل المؤسساتية، نحن حاليا بعيدين عن هذا المفهوم. لذا أقول إن هذا الخلط العشوائي، هذا التشرذم جعل للإنسان السوري، بغض النظر أن أقول الكردي، الإنسان السوري
ذاق الأمرين من هذا الخلط. لا توجد اتصالات بيننا بالمطلق. نأمل، نرجو، نتأمل أن يتحقق ذلك على الأقل في ظل ما يعانيه الأهل في عفرين. أخ أحمد، المرأة الكردية في عفرين امرأة شامخة. عندنا بالكردي يقولون خاتونا مالايا. المرأة العفرينية ليس محلها البراري. أطفالنا في عفرين نائمين في البراري. ليست المرأة الكردية، ليس هذا مكانها. لا أعرف، أتحدث عن جرح، أتحدث عن مأساة حقيقية. بالإضافة أخ أحمد، يجب التركيز على الواقع الإعلامي في ظل أزمة عفرين. هناك أستطيع القول كبح إعلامي بشكل كبير، وهذا ما تجلى واضحا في اعتقال الإعلاميين. الواقع الأليم في عفرين أنا من منظوري الشخصي لا يزال غامضا. أما فيما يتعلق في التنسيق مع منظمات المجتمع المدني في شمال سوريا، أنا كمدنية أأمل أن يكون هناك تنسيق أن نخلق خلية أزمة في ظل ما يتعرض له شعبنا في عفرين، ما يتعرض له الأبرياء في عفرين. نعم، وهو أملنا. نعم. أيضا أنسة أمينة، يعني نحن نتواصل مع الداخل، وأنا واثق أنتم أيضا تتواصلون. هناك العديد من الانتهاكات التي تسجل بشكل يومي. طبعا تواصلنا مع الداخل، يعني حتى هناك من يقول لنا بأننا نقصر في نشر الانتهاكات التي تحدث. أنتم كإعلاميين هل تعملون على توثيق هذه الانتهاكات، وهل تحاولون إيصالها إلى الجهات الدولية؟ بالفعل أحمد، الانتهاكات التي تحدث لأهالي عفرين في الداخل يندى لها جبين الإنسانية. في ظل وجود محاكم ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية، العالم أخرس أعمى أبكم أمام كل ما يتعرض له الإنسان العفريني الذي فقط قرر المقاومة على طريقته، قرر أن يأتي ويبقى في بيته، أن يدافع عن هذا البيت، عن هذا الزيتون. يوميا أحاول التواصل مع مئات الأشخاص في الداخل. هناك حالات قتل موثقة. طبعا نحن مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين اجتمعنا في بداية الأزمة وشكلنا خلية أزمة منذ أول يوم، ولا زلنا مستمرين حتى الآن، وسنحاول الصمود مستقبلا، لأن أهالي عفرين يستحقون منا الأكثر. بالفعل هناك حالات مثل ما قلت، حالات قتل، حالات ضرب، اعتقالات، خاصة في الأسبوعين الأخيرين اعتقالات عشوائية. يعني واضح أن هناك عملية ضغط على الأهالي لإجبارهم على الخروج أو لمنع الذين في الخارج للعودة. هناك حالات لا نستطيع الإعلان عنها لعدم الإضرار بالأهالي، لكن إذا تجاوز الاعتقال أو الضرب أو القتل مرحلة لا يمكن السكوت عنها، نحاول نشرها. أيضا المعلومات لدينا موثقة من أول يوم حتى الآن. لدينا حقوقيين يعملون على توثيق الانتهاكات، نحاول إيصالها للجهات الدولية. أيضا هناك منظمات نتواصل معها في حين تكون هناك اعتقالات، يمكن أن يتواصلوا مع منظمات تركية أو منظمات تابعة للمعارضة للضغط للإفراج عنهم. الانتهاك الأكبر بحق أهالي عفرين هو عملية التوطين والتغيير الديمغرافي للأسف أمام أعين المواطنين. يسرقون البيت، يخرجون الأهالي ويوطنون آخرين بدلا عنهم. طبعا نحن كنا فتحنا بيوتنا وعفريننا لأكثر من 300,000 إنسان عربي نازح من الحرب السورية، لكن طبعا ردا على بعض المعارضين أو حتى المؤيدين الذين يقولون من حقهم أن يسكنوا في عفرين. هذا ليس سكن وهذا ليس نزوح.
هذا اسمه توطين واسمه تغيير ديموغرافية منطقة كردية. حينما تهجر صاحب البيت وتجبره على الخروج وتسكن أحدا آخر مكانه، هذا ليس اسمه إسكان أو ليس اسمه هروب من الحرب. نعلم أن هناك مناطق كثيرة، مناطق التسوية، من حقهم أن يلجأوا لمناطق آمنة، لكن ليس من حقهم أن يسكنوا في مكان إنسان مهجر قسرا. وخصوصية منطقة عفرين تفرض علينا الدفاع عن أهلها ومنع عملية التغيير الديموغرافي. عفرين لا تشبه أي منطقة أخرى، عفرين لا تشبه إدلب ولا تشبه جرابلس ولا حمص ولا الغوطة. عفرين منطقة كردية بالكامل، وهذا ردا على كل من صدق كلام أردوغان أن هناك نسبة من العرب ونسبة من التركمان ولا أدري أيضا آخرين. منطقة عفرين أكثر من 90% من أهلها كرد. هناك نسبة قليلة جدا من العرب يسكنون قرى جنديرس، وهم الذين أتى بهم حافظ الأسد لإسكانهم على أطراف النهر فقط. حتى هؤلاء يتحدثون الكردية لأن عددهم قليل جدا. لذلك يجب الدفاع عن كردية عفرين، الدفاع عن هؤلاء المقاومين حقا الذين رفضوا أن يكونوا في المخيمات ويهجروا إلى مناطق أخرى. يحاولون يوميا العودة ومواجهة الاحتلال والتوطين. نعم، يعني كما استعرضت الآنسة أمينة بعض الانتهاكات التي يقوم بها هؤلاء الذين قاموا بدخول عفرين، طبعا أجبر ذلك الأهالي للنزوح أو الخروج إلى مناطق الشباب. أنسة نجاح، كيف تقرؤون الوضع الإنساني في مناطق الشهباء وقرى ناحية شيراوة؟ نعلم بأن هناك حوالي ما بين 100,000 إلى 150,000 مواطن من أهالي عفرين اليوم متواجدون في تلك المنطقة. كيف تقرؤون الواقع الإنساني هناك؟ بصراحة الواقع الإنساني كما ذكرت الأخت أمينة، الواقع مغيب، واقع عفرين الإنساني مغيب كثيرا، حتى على المنظمات الدولية التي بصراحة يعني همنا الأول عندما نحاول إيصال جرح عفرين أن نحاول إيصال جرحنا إلى منظمات سواء المدنية الإنسان، حتى للأحزاب الحاكمة هنا في ألمانيا. كان آخرها لقاءنا مع أحد الأحزاب الحاكمة في ألمانيا. يعني هناك غطاء إعلامي، غطاء أسود بصراحة. هناك كثير، طبعا هذا الواقع الأليم، هذا الواقع من كما ذكرت الأخت أمينة من الصمت الدولي، الصمت المقيت الذي نعانيه ككرد. بغض النظر أخ أحمد، لا نذكر التضحيات، لا نذكر في ظل الواقع الذي تعرض له الواقع المدني في عفرين، الانتهاكات الحاصلة في عفرين، لعل أبشعها، لعل ما لا ينسى ما تعرضت له بارين كوباني من هذا الجشع. وهل بعد هذه القتامة صورة أخرى أخ أحمد؟ الواقع أليم، واقع مأساوي. أريد التركيز على نقطة أهالي عفرين ليسوا بنازحين، أهالي عفرين ليسوا بنازحين، أهالي عفرين مهجرين قسرا، وهذا فرق شاسع وواسع كمفهوم، بأي صورة يحاول البعض تفسيرها. التهجير القسري فاجعة للكرد بصراحة. هنا تظهر الدور الأكبر، العمل الجاد. وهنا أتوجه للأخت أمينة، بغض النظر عن ما تم تشكيله كمنظمات، كجمعيات، حتى عقد مؤتمرات، وأنا أتابع الموضوع للأخوة العفرينيين. طبعا أشكر الكثير من الشخصيات التي منها الأخت أمينة التي واكبت الوجع العفريني منذ البداية بجهود شخصية أخ أحمد، بجهود شخصية. بصراحة يعني الواقع الدولي
لم يسلط الضوء على تضحيات الكرد بالمطلق لم يسلط الضوء على تضحيات الكرد. نحن الكرد ما نزال نحن دائما أقولها في كثير من اللقاءات نحمل حمل الإنسانية. طبيعتنا لا نعرف الغدر، لا نعرف النحر، لا نعرف هذه المفاهيم، لم تدخل لا تربيتنا الثقافية حتى في ديننا الذي نشترك فيه الإسلام. من الإسلام لم نأخذ تلك المفاهيم السوداء. ما يعانيه الأهالي في عفرين يعانون الأمرين، وهناك تغطية إعلامية سوداء. بصراحة أتمنى حتى في لقاءاتكم القادمة أخ أحمد اللقاء مع شخصيات إعلامية سواء من عفرين أو خارج عفرين. الإعلاميين أيضا يذوقون الأمرين في نقل الخبر. هناك مأساة حقيقية في عفرين. نعم، إذا كما أسلفتي أنسة نجاح، أهالي عفرين ليسوا نازحين وإنما مهجرون قسريا. نختتم معكم ونشكر في هذا السياق الأنسة أمينة مستو الإعلامية من مدينة عفرين المقيمة حاليا في ألمانيا، والأنسة نجاح هيبو مسؤولة الاتحاد النسائي الكردي رودوز أيضا في ألمانيا على هذه المعلومات التي أفدتمونا بها. ونتوجه أيضا لمتابعي بارتشاب اف ام بالشكر والتحية على المتابعة. تحياتنا للجميع. شكرا لكم.